المجيء الثاني جه سنة 1914 وجه بشكل غير منظور وتوج سنة 1918. ده كلام شهود يهوه. تعالوا في الحلقة دي نناقش الكلام ده مع بعضينا. قبل ما نبدأ بس حابب انوه ان الحلقة دي هيبقى فيها شوية حسابات كده صغيرة، يعني حاجات بسيطة كده مع بعضينا نحسبها سوا. يعني شهود يهوه بيقولوا ان المجيء الثاني جه سنة 1914. طب اشمعنى 1914 بقى؟ لانهم قالوا ان 1914 دي نهاية حكم الامم من اول عهد الملك نبوخذ نصر، وده كمان معتمد على الحلم اللي فسره دانيال ساعتها قال ان هم هيقعدوا 7 ازمنة، وبعد ال7 أزمنة دول هيرجعوا للمجد مرة تانية. وحكم نبوخذ نصر ده اللي كان سنة 606 قبل الميلاد. مش بس كده يا صديقي، اعتمد على رقم تاني أو حسبة تانية، وهي حسبة سفر الرؤيا والكلام اللي قاله القديس يوحنا الإنجيلي في سفر الرؤيا لما ذكر بالأخص إن زمانا وزمانين ونصف زمان، ودول حسب على بعضهم كده قالوا ان هي 1200 وحاجه سنه، وعشان نكون دقيقين قالوا بالظبط هم 1260 سنه. طيب يعني بعدين بقى هنعمل ايه؟ يعني كده ال7 ازمنه ب 2 5 20 يعني 2520 سنه. مع صوت العيال. خلاص يا حبيبي، طيب خلاص يا بابا بصور الفيديو. خلاص يا حبيبي. اوكي نبدا من الاول. ولو حسبنا اليوم بسنة يبقى كده نهاية حكم السبي أو نهاية السبي اللي هو نهاية حكم الأمم سنة 1914. حسبة في دماغك طلعت شرار دلوقتي. أنا شايفك من الكاميرا أنت مطلع شرار أصلا. سيبك من الحسابات دي وما تشغلش بالك من الحسابات، تعالى في المضمون، سيبك من الحسابات. طبعا ده تفسير خاطئ أو تفسير بمعنى حرفي جدا لدرجة إن هم بيحسبوا حاجات من الكتاب المقدس هي المفروض ما تتحسبش أصلا. سفر الرؤيا هو حاجة رمزية وفي أرقام إحنا ما نعرفش عنها حاجة، أو أرقام إحنا لسه بنبدا ندرس تاني فيها، لان ما ينفعش كده من مجرد ما اجي من العدم كده اقول لك الرقم ده بيدل على كذا، هو المجيء التاني يوم كذا. طب ما 1914 جه، احنا دلوقتي في 2024، ايا كانت هتتفرج على الفيديو ده في سنه كام، فهو عدى 1914. فين المجيء التاني؟ وحابب اقول لك بقى ان شهود يهوه عشان يداروا الفضيحه دي قالوا لا المجيء التاني جه بس بشكل غير منظور، احنا ما شفناهوش. يعني المسيح جه والمجيء التاني جه، تقريبا احنا عايشين دلوقتي في عالم تاني ولكن احنا ما شفناش ده. طبعا كله كلام عشان يداروا بس الرقم اللي اتحط او الفضيحه اللي حصلت دي. وعايز اقول لك كمان اللي بيخص الحلم بتاع نبوخذ نصر ده حاجه خاصه بالسبي ملهاش علاقه بالمجيء التاني. انت ليه ربطت الاحداث ببعضها وربطت الارقام لدرجه انك بتتنبأ بميعاد المجيء التاني؟ زي ما ربنا في الكتاب المقدس بيقول ان الساعه دي مش هيعرفها حد خالص، ولا الملائكه ولا حتى ابن الانسان. بقى ان سيد المسيح يجي بصوره غير منظوره ده اصلا منافي لتعليم الكتاب المقدس نفسه، لان في الكتاب المقدس في سفر الرؤيا الاصحاح الاول آية 7 بيقول: هو ذا ياتي على السحاب وستنظره كل عين والذين طعنوه وتنوح عليه جميع قبائل الارض. فازاي بقى هتشوفوا كل عين وهتنظروا كل عين وفي نفس الوقت هيجي بحاجه او بطريقه غير منظوره محدش شافه خالص؟ بعدين احنا موجودين اهو، رحنا فين؟ موجودين باجسادنا، ولا صعدنا ولا اتخذنا للسماء ولا اي حاجه، موجودين زي ما احنا. وفي علامات هتيجي قبل اليوم الاخير قبل المجيء التاني، يا ترى كانت فين العلامات دي قبل 1914؟ شكرا ليكم ويا رب تكون الحلقه عجبتكم، ونشوفكم في حلقه جايه وهنعرف اكتر.